اهلا بيك بدمشق يا الي. الشرف إلي يا كمال. في حد لازم تتعرف عليه. مع الزهر الدين. ايلي كوين. سمعت اسمك، أهلا وسهلا. دمشق بتحب الناس اللي تعرف تختار أصحابها واللي يعرف يحافظ عليهم. في يوم 26 ديسمبر 1924 وفي حي كوم الدكة في اسكندرية اتولد إيلي شاؤول كوهين. اتولد لأب كان شايل التعليم فوق راسه، مهتم إن ولاده السبعة يتعلموا كويس. علشان كده من هو صغير شده من إيده ووداه الحضانة، كانت أهم حضانة في الحي. بعد ما خلص الحضانة دخل مدرسة اسمها إجيون الابتدائية. دي كانت مدرسة تبع الجالية اليهودية بس. من بدري جدا المدرسين بدأوا يلاحظوا عليه ذكاء مش طبيعي، ذكاء حاد، غير إن ربنا وهبه ذاكرة حديدية، لدرجة إن المدرسين لما كانوا يسألوه سؤال ما كانش يجاوب كده وخلاص، ده كان بيرد بالإجابة ومعاها رقم الصفحة ومكانها في الكتاب. وهو كان لسه عيل صغير في ابتدائي، كان حافظ أجزاء كبيرة من التوراة كأنه كتاب عربي. كبر شوية وكمل تعليمه لحد ما دخل مدرسة ثانوي. جوه المدرسة إيلي كان ليه أنشطة كتير، كان بيعزف كلارنيت في حفلات الجالية الكلاسيكية وشارك في فرق الكشافة، يعني كان ولد نشيط وموجود في كل حاجة. اليهود في مصر وقتها كانوا عايشين حياة طبيعية جدا، مفيش اضطهاد ولا تعذيب ولا أي كلام من اللي بنسمعه. الدليل على الكلام ده إن الأسرة كانت عايشة زي الفل. الأب تجارته ماشية ومصنعه شغال، عنده 7 عيال كلهم متدلعين وعايشين حياة كويسة جدا، بيروحوا مدارس ونوادي وفرق موسيقية، بيعملوا كل اللي نفسهم فيه. أما إيلي فبعد ما خلص الثانوية العامة دخل كلية الهندسة جامعة فاروق الأول اللي هي النهاردة جامعة اسكندرية. بعد ما دخل الجامعة لم حاجته وساب الحي اللي عايش فيه وراح ساكن في حي محرم بيه علشان يبقى قريب من الجامعة. في الفترة دي العالم كله ولع، قامت الحرب العالمية التانية وبعدها على طول حصل اللي اتعرف بالركود الاقتصادي العالمي. الصراحة ما كانش مجرد ركود وخلاص، تقدر تقول عليه شلل عالمي. الحرب خلصت والدنيا اتقسمت نصين، القوي فوق والضعيف تحت، لحد ما جت سنة 48 الوعد اللي اتنفذ فيه وعد بلفور. ساعتها أعلنوا قيام الدولة المزعومة، وبدأت بعدها هجرات بالمئات والآلاف رايحين على الوطن المزعوم اللي بيحكموا إن هو ليهم بس. أما جوه مصر فالوضع ما كانش بعيد، بل يمكن كان أصعب كمان. مصر كان بقالها سنين طويلة بتعاني من حكاية اسمها امتيازات الأجانب، اللي خلت الأجانب تقريبا واخدين كل حاجة، تجارة وزراعة وصناعة، والمصري واقف بيتفرج. وبسبب المطحنة الاقتصادية الدولة المصرية قررت تسحب الامتيازات دي، ومن ضمن الخطوات اللي اتعملت وقتها حاجة اسمها تأييد الاستيراد، يعني أي أجنبي عايز يشتغل أو يستورد لازم يكون له شريك مصري. القوانين دي كانت ماشية على كل الأجانب مش على اليهود بس. هنا بقى شاؤول أبو إيلي، وبما إنه أجنبي وشغله كله معتمد على الاستيراد الأقمشة من بره، الحكومة اشترطت عليه يكون له شريك مصري. هو اتضايق جدا من الوضع ده، قال وأنا مالي، ما ناخد بعضي وامشي أحسن. وفعلا لما حاجته وباع تجارته وساب مصر. الصدفة إن الوكالة اليهودية وقتها كانت بتقدم إغراءات بالجملة لكل اليهود في الدول المختلفة علشان يهاجروا لفلسطين، وعشان كده شاؤول خد القرار إنه يسافر هو وأسرته كلها على فلسطين المحتلة. العيلة كلها سافرت ما عدا واحد، إيلي كوهين. أبوه حاول معاه بكل الطرق، يا ابني اسمع الكلام وتعالى معانا، ما بقاش لينا حد هنا، بعنا كل اللي قدامنا واللي ورانا، هتقعد ازاي وهتصرف منين؟ لكن إيلي كان مصمم وقال له أنا هقعد في مصر وهكمل تعليمي هنا. بس هو أصلا ما كملش تعليمه، حتى كلية الهندسة ما كملهاش. أمال إيه سبب الإصرار إنه يفضل في مصر؟ إيلي وهو شغال مع أبوه في المصنع كان طبيعي إنه يروح يورد البضاعة للعملاء. من ضمن العملاء دول كان في 6 أرملة يهودية عندها حوالي 34 سنة اسمها مجابي. بس العلاقة ما كانتش شغل وبس، الموضوع كان أكبر شوية، كانت بينهم علاقة عاطفية من نوع تاني. مش بس كده، دي كمان كانت بتصرف عليه. في الوقت اللي أهله فيه باعوا كل حاجة وسافروا فلسطين، الست دي كانت هي اللي شايلة مصاريفه.
قبل الحكاية دي بسنتين 3 كان وصل مصر واحد اسمه جون دارلينج. الراجل ده في الظاهر كده كان بيقولوا انه تاجر بريطاني جاي اسكندرية يعمل صفقات قماش، بس الحقيقة هو لا تاجر ولا بريطاني ولا حتى اسمه جون. الراجل ده في الأصل كان ضابط مخابرات إسرائيلي برتبة رائد، اسمه الحقيقي إبراهام، جاي على مصر في مهمة محددة، أولها إنه يزود عدد اليهود اللي بيهاجروا لفلسطين، التانية إنه يكبر الشبكة ويزود عدد الجواسيس الموجودين في مصر، والتالتة ودي الأخطر إنه يحاول يدخل بالشبكة دي جوه المجتمع المصري نفسه. أبراهام أول ما حط رجله في مصر اتقابل مع ست يهودية اسمها يولندا. يولندا دي صهيونية أكتر من الصهاينة نفسهم، بدأت تساعده إنها تستقطب أكبر عدد من اليهود المصريين اللي عندهم استعداد ينضموا للشبكة. الشبكة دي اللي بقت بعد كده اسمها منظمة الشبيبة الصهيونية. من ضمن اللي ضموهم عشيقة إيلي كوهين نفسها، واللي هي بدورها جرت إيلي معاها ودخلته الشبكة. ومش هو بس، ده كان في مجموعة كبيرة من الجواسيس وقتها في القاهرة. المهم إن إيلي كوهين وبعد ما انضم للشبكة سافر مع مارسيل نينو وكذا جاسوس تاني على حيفا علشان يتدربوا هناك على اللي هيعملوه في مصر. أول ما وصلوا ضموهم لوحدة اسمها الوحدة 131، ودي نفسها اللي اتطورت بعد كده وبقت جهاز الموساد. في حيفا اتدرب لمدة 3 أسابيع. خلال الفترة دي اتعلم أسلوب معروف باسم الديد دروب أو النقطة الميتة. أول ما خلص التدريب ورجع اسكندرية بدأ نشاطه السري فورا. في البداية كان دوره بسيط، مجرد تسليم واستلام. كانت النقطة الميتة المسؤول عنها مكان اسمه مقابر الشاطبي في اسكندرية. هناك كان بيسيب فيلم أو كاميرا، ذخيرة أو يستلم سلاح، كل حاجة من النوع ده. وفكرة النقطة الميتة ببساطة إن الجواسيس نفسهم ما يعرفوش بعض، اللي بيحط حاجة ما يعرفش مين اللي هيجي ياخدها، واللي بياخد ما يعرفش مين اللي ساب. الأسلوب ده معمول مخصوص عشان لو حد اتمسك ما يعرفش يعترف على حد لأنه أصلا مش عارفه. إيلي فضل شغال بالطريقة دي، نفس الهدوء ونفس السرية، محدش حس بيه، لحد ما جه صيف 54. هنا اتذكر اسم إيلي كوهين لأول مرة قدام الأجهزة الأمنية في مصر، وده كان بسبب العملية الشهيرة اللي اتعرفت باسم فضيحة لافون. المهم بسبب غلطة واحد من أفراد الخلية كلها اتكشفت واتقبض عليهم، وكان من ضمنهم الدكتور موسى مرزوق، وهو ده اللي دخل اسم إيلي كوهين في القضية. إيلي وأهله كانوا في الأول ساكنين في حي كوم الدكة في اسكندرية، ولما أهله سابوا البلد وسافروا وهو نقل وسكن في محرم بيه. شقة كوم الدكة دي فضلت فاضية. الدكتور موسى مرزوق أو مشي مرزوق لما احتاج مكان يعمل فيه عبوات ومتفجرات كان محتاج شقة فاضية. ساعتها إيلي كوهين أجر له الشقة دي، ولما المخابرات قبضت على الخلية وفتشوا الشقة لقوا فيها أدوات تصنيع، فسألوا الشقة دي بتاعت مين؟ مرزوق رد وقال دي بتاعت إيلي كوهين. قالوا خلاص هاتوا صاحب الشقة، واتقبض فعلا على إيلي لأول مرة وابتدوا يحققوا معاه. جابوه يمين وشمال مفيش فايدة، ما قدروش يطلعوا منه بمعلومة واحدة. غير كده كل أفراد الخلية اللي اتمسكوا ولا واحد فيهم جاب سيرته، وبما إنه مفيش دليل خرجوه، وبعدها بقت الفضيحة فضيحة للموساد قدام العالم كله. المهم بعد ما العملية فشلت والخلية اتصفت وأحكام الإعدام اتنفذت والضابط الإسرائيلي اللي كان مسؤول عنهم هرب بره البلد، إيلي كوهين قال في نفسه خلاص أنا أسكت بقى واكمن شوية، وفعلا قعد هادي مفيش ولا حس ولا خبر لحد سنة 56 اللي كانت سنة العدوان الثلاثي على مصر. الحكومة وقتها خدت قرار احترازي، قامت لمت كل اليهود اللي شايفين انهم مشكوك فيهم ورمتهم في السجن، وكان من ضمنهم إيلي كوهين. قعد في السجن حوالي 8 أسابيع، وبعد المدة دي اتكتب فيه تقرير بيقول إن إيلي كوهين شخص غير موثوق فيه. ويوم 29 ديسمبر 56 طلعوا قرار من وزارة الداخلية بترحيل كل اليهود الغير موثوق فيهم بره البلد، وطبعا إيلي كان واحد منهم. جابوه وادوله وثيقة سفر مكتوب عليها بدون حق العودة. خدوه على مينا اسكندرية وركبوه باخرة يونانية رايحة لميناء جنوة في إيطاليا. أول ما وصل إيطاليا قعد كام يوم، لكنه كان مكتئب وزعلان إنه اتطرد من مصر ومش قادر يعيش هناك. قرر يهاجر على فلسطين، راح لمكتب الوكالة اليهودية وطلب منهم يساعدوه في الهجرة لفلسطين. ومع نهاية 57 وصل إيلي كوهين فعلا لفلسطين، وهناك بدأت مرحلة جديدة تماما من حياته. أول ما وصل راح زار أهله اللي كان بقاله 6 سنين ما شافهمش، وبعدها على طول راح لمكتب المخابرات الإسرائيلية وطلب إنه ينضم ليهم بحكم إنه كان من الشبيبة الصهيونية. خدوا طلبه وقالوا له هنرد عليك. عدى يوم و2 و3 لحد ما استدعوه أخيرا. دخلوا وبدأوا يحققوا معاه، طلبوا منه يحكي كل التفاصيل اللي يعرفها عن اللي حصل في اسكندرية.
بس الصدمة كانت مستنياه. بعد ما حققوا معاه وفحصوه حرفيا، ملفه اترفض وكتبوا عليه توصية واضحة: لا يصلح نهائيا لأي عمل ميدان استخباراتي. هنا جت الصدمة التانية، الصدمة اللي كانت في الواقع نفسه. كل الوعود اللي سمعها قبل كده وكل الآمال اللي كان حاططها طلعت مفيش. لقى قدامه تمييز عنصري رهيب بين يهود الغرب ويهود الشرق. وظائف مهمة مفيش، مرتبات عالية زي بتوع الغرب برضه مفيش. إيلي بدأ يدخل في حالة إحباط شديدة، وفي وسط الإحباط ده ظهر قدامه أمل صغير: وظيفة في وزارة الدفاع الإسرائيلية كمترجم للصحف العربية. قدم فيها واتقبل. بقى كل شغله إنه يجيب الصحف المصرية والعربية ويترجمها. بس بعد شوية الملل قتله. الروتين كاتم على نفسه والراتب ضعيف، وحاسس إنه بيتدفن في الأرض. فقرر يقدم للمخابرات للمرة التانية عشان يشتغل في العمل الميداني الاستخباراتي. لكن المفاجأة إنه اترفض تاني، وكتبوا على الطلب نفس الجملة: لا يصلح لأي عمل ميداني استخباراتي. المهم إنه كام شهر كده وإيلي كوهين كان خلاص اتخنق من شغلانة المترجم، روتين وقرف ومرتب على قده، فقام سايب الشغلانة ومشي. اشتغل بعد كده في مجموعة سلاسل تجارية في وظيفة محاسب، وساعتها أموره بدأت تتظبط وفلوسه بقت أحسن وعيشته اتعدلت، وقال خلاص أنا ممكن أتجوز كده. في الفترة دي تحديدا ظهرت في حياته بنت يهودية اسمها نادية، اتعرف عليها بالصدفة وهو رايح يزور أخوه موريس. وهو واقف في البلكونة بص قدامه لقى نادية واقفة في البلكونة اللي قدامه، نظرة في ابتسامة فتعرف في حب، وبسرعة اتخطبوا وبعدها اتجوزوا في أغسطس 59. سكنوا في حي اسمه رامات. وبالمناسبة نادية دي أصلها من عيلة عراقية يهودية كانوا وصلوا فلسطين سنة 51. كوهين بعد الجواز حس إن الدنيا بدأت تضحك له. اتجوز البنت اللي بيحبها وشغله كويس وفلوسه مش بطالة، لكن هو ما كانش يعرف إن الموساد ساعتها كان بياخد قرار هيقلب حياته 180 درجة. في نفس الوقت ده بره إسرائيل خالص حصلت الوحدة بين مصر وسوريا، والوحدة دي زي أي وحدة أو اقتراب بين دول عربية كان بتعمل لإسرائيل حساسية ورعشة وارتكارية. وعشان كده أجهزة المخابرات في تل أبيب اجتمعوا وقرروا حاجة واحدة: إنهم يزرعوا عميل داخل سوريا، لكن العميل ده لازم يبقى بمواصفات خاصة جدا. أول شرط إنه يكون بيتكلم عربي ولهجة شامية بطلاقة لدرجة إنه ما يتشكش فيه ولا 1%. في يوم من الأيام إيلي كوهين وهو ماشي راجع بيته قابل واحد صاحبه اسمه إسحاق ده كان زميله زمان في شغله كمترجم في وزارة الدفاع. أول ما شافه قال له جملة قلبت له حياته. قال له الناس في الوحدة 131 حاطين عينهم عليك، غالبا هيتواصلوا معاك قريب عايزينك تشتغل معاهم. إيلي استغرب وقال له: ما أنا قدمت لهم مرتين قبل كده ورفضوني، إيه بقى الجديد؟ الجديد بقى إن الموساد بعد ما قرر يزرع عميل في سوريا، ضباط الوحدات الخاصة بدأوا يراجعوا كل الملفات عندهم، بيدوروا على واحد ينفع يتزرع هناك. واحد من الضباط دول كان عقيد اسمه مردخاي، هو المسؤول عن الملف المصري في الوحدة 131. مردخاي وهو بيقلب في الملفات وقع قصاده ملف إيلي كوهين، وبصراحة لقى إن الراجل ده مناسب جدا للمهمة اللي عايزين يعملوها في سوريا. وفعلا يوم 15 يناير سنة 60 دخل إيلي كوهين مبنى الموساد. هناك قابل ضابط اسمه الكودي جي. بعد الاجتماعات بين إيلي وضابط تشغيله اللي بدأت تكتر أكتر وأكتر، اتنقلت لمستوى تاني خالص: تدريبات مكثفة لمدة 4 شهور كاملة. خلال ال4 شهور دي دربوه على كل حاجة: تدريبات ذهنية ونفسية وتحكم عصبي، ثبات انفعالي وأساليب تجسس، والتعامل في البيئات الخطرة. لكن الأهم من كل ده إنهم بدأوا يجهزوه عشان يعيش كأنه مسلم سوري حقيقي. حفظوه الفاتحة وآيات من القرآن، وعلموه الصلاة، علموه ازاي يؤدي كل الفروض زي المسلم بالظبط، عشان لما يدخل المجتمع هناك ما يبقاش فيه غلطة بتكشفه. وبعد ما استوى زي ما بيقولوا قالوا خلاص هو كده بقى جاهز. قالوا له الجملة اللي مفيش جاسوس ينسى وقعها على نفسه: جهز نفسك، مهمتك هتكون في سوريا، واحدة من أخطر وأشد الدول عداوة لإسرائيل. بعد كده ضابط التشغيل بتاعه جي بدأ يشرح له كل تفاصيل مهمته. أول حاجة قالها له: اسمك هيتغير تماما، اسمك مش هيبقى إيلي شاول كوهين، هتبقى كامل أمين ثابت. وبعدين بدأ يشرح له تفاصيل الغطا اللي هيدخل بيه سوريا: إن هو مولود لأب وأم سوريين، أبوك اسمه أمين ثابت وأمك سعدية إبراهيم، وإنت كان عندك 3 سنين لما نزلوا بيك على اسكندرية في مصر. هناك أبوك وأمك اشتغلوا في القماش وتصنيع الملابس، وبعدين هيسألوك خرجت من اسكندرية ليه؟ الجواب هيبقى جاهز: عندي عم موجود في الأرجنتين، العم ده هو اللي بعت لبابا وماما عشان يسيبوا مصر ويجولوا،
وفعلا أبوك وأمك خدوك وسافروا على الأرجنتين. هناك بعد فترة العم وأبوك وأمك ماتوا وإنت فضلت هناك. كبرت تجارتك وكبرت فلوسك. دي القصة أو الكفر اللي هتقدم بيه نفسك لأي حد يسألك عن أصلك. وطبعا عشان الحبكة تكمل ما ينفعش تسافر سوريا على طول مباشرة، لازم الأول هتسافر على الأرجنتين وتفضل هناك شوية لحد ما الغطا ده يتأكد وتكتمل القصة. وكمان عشان لو حد في الأرجنتين حاول يدور وراك ما يعرفش تاريخ دخولك الحقيقي، قرروا يدخلوه الأرجنتين بطريقة سرية تماما. هيدخلوه تهريب يوم 3 فبراير 62. إيلي كوهين ركب الطيارة من تل أبيب وراح على سانتياغو في تشيلي. الطيارة المفروض قبل ما توصل تشيلي تنزل ترانزيت في مطار بيونس آيرس في الأرجنتين، وهنا استغل الموساد النقطة دي. كان عندهم عملاء موجودين في المطار. أول ما وصل إيلي كوهين عرفوا يهربوه من المطار بدون أي سجل رسمي لدخوله الأرجنتين، يعني أي حد يسأله عن تاريخ دخوله مفيش أي سجلات تثبته. أول ما وصل إيلي الأرجنتين خد شوية راحة وقعد في فندق 3 أيام. خلال الأيام دي جاله ضابط التشغيل بتاعه في الموساد وبدأ يسلمه عدة الشغل. من ضمن العدة دي ألبوم صور مفبرك كله مصنوع بعناية. الألبوم ده كان فيه صور كامل ثابت أمين مع أم السورية المسلمة وأبوه السوري المسلم، سواء في اسكندرية أو بيروت أو الأرجنتين. وبعدها بدأ إيلي يطلع على شوارع العاصمة ويدور على التجمعات اللي فيها العرب خصوصا السوريين، وبسرعة كبيرة قدر يوصل لمعظم التجمعات العربية هناك. وكل ما يلاقي تجمع سوري يقعد معاهم يظهر قدامهم الحنين ويحكي قصته المفبركة ويقدم نفسه كرجل أعمال ناجح. وطبعا إيده كانت فرطة وسخية معاهم، ما كانش بيبخل على المغتربين السوريين بهدايا غالية، وكله من أجل تأسيس الغلاف والكفر والقصة بتاعته. لدرجة إنه بعد فترة قصيرة جدا أغلب العرب والسوريين هناك لما يشوفوه بدأوا ينادوه بالسيد كامل. المهم إن الأيام كانت ماشية عادي لحد ما في يوم إيلي كوهين قاعد بيشرب قهوة في مطعم، فجأة ودنه تلقط صوت واحد بيتكلم لهجة شامية على الترابيزة اللي جنبه. لف يشوف مين ويسأل، عرف إن الراجل ده اسمه عبد اللطيف الخشن. لما سأل عنه أكتر اكتشف إن عبد اللطيف الخشن ده صحفي كبير ورئيس تحرير أكبر جريدة عربية في الأرجنتين. من اللحظة دي إيلي بدأ يلف ويدور عليه يشوفه فين ويقرب منه لحد ما فعلا عرف يتعرف عليه. ومن خلال عبد اللطيف الخشن اتفتحت قدامه أبواب كتيرة جدا، علاقات وناس وتجمعات، كل ده ساعده يقوي الغلاف اللي جاي بيه. هنا بقى في رواية إسرائيلية بتتقال إن إيلي كوهين وهو في الأرجنتين هناك اتعرف على الملحق العسكري السوري في السفارة السورية واللي كان اسمه العقيد أمين الحافظ. وكمان بيتقال إن أمين الحافظ ده بقى قريب منه جدا وإن هو اللي كتب له توصيات وقدر يدخله الوزارات في سوريا بعد كده. الأغرب إن بعد سنتين من اللقاء ده أمين الحافظ نفسه بقى رئيس سوريا. طبعا أي حد يسمع الكلام ده هيقول إن الراجل ده هو اللي فتح له سوريا كلها، بس الحقيقة إن الرواية دي ما حصلتش، والرواية دي كدبة من تأليف إسرائيل، لأن أمين الحافظ بنفسه طلع في أكتر من لقاء وقال إن الكلام ده ما حصلش، وإن في الفترة دي اللي إسرائيل بتقول إن إيلي شافه فيها هو أصلا ما كانش في الأرجنتين نهائي. يعني باختصار أمين الحافظ كان في بلد وإيلي كوهين كان في بلد تانية خالص، يبقى اتقابلوا إزاي؟ طب لو مش أمين الحافظ، إيلي كوهين دخل سوريا إزاي؟ ومنين جات له العلاقات دي كلها؟ هنا بقى يبان قدامنا قد إيه إن السردية الإسرائيلية كاذبة. يعني حتى الدليل اللي هم نفسهم بيعتبروه أقوى ورقة عشان يثبتوا إن إيلي كوهين وصل لمناصب خطيرة في سوريا طلع في الآخر وهم. عدت الأيام والشهور وكامل ثابت أمين أو إيلي كوهين قدر يرسخ نفسه وسط الجالية السورية في الأرجنتين، واسمه بقى معروف وكل الناس تقريبا سمعت عنه وصدقت حكايته، وابتدى يتحرك كأنه واحد منهم. في اللحظة دي جات له الأوامر من الضابط اللي بيشغله، قال له خلاص كده مهمتك في الأرجنتين خلصت، دلوقتي هتتحرك على المرحلة الأخطر اللي هي سوريا. وفعلا في الميعاد اللي تحدد له بالظبط خد الباخرة المتجهة لميناء جنوة في إيطاليا، ومن جنوة على بيروت، ومنها يعبر المعبر البري ويدخل الأراضي السورية. بس المرة دي إيلي كوهين ما كانش داخل بإيده فاضية، ده كان شايل بلاوي كتير، جهاز إرسال مشفر مخبيه جوه خلاط مطبخ عادي شكله طبيعي جدا ومحدش يشك فيه، مكنة حلاقة السلك اللي فيها ده أصلا هوائي بيشغل جهاز الإرسال،
وكمان كان معاه قراص سم السيانيد، وده دايما مع أي جاسوس، يا إما يبلعها لو اتقبض عليه علشان يموت قبل ما يعترف، يا إما يستخدمها ضد شخص محدد لو اتطلب منه كده. وعلب معجون أسنان ومعجون حلاقة شكلهم طبيعي بس جواهم مواد كيميائية تصنيع المتفجرات. وهنا أكيد هيجي السؤال المنطقي، إزاي الكلام ده كله عدى من الجمارك؟ وإزاي الأجهزة دي ما كشفوهاش؟ إزاي العلب والمواد دي محدش وقف عندها؟ اللي حصل إن في المرحلة دي بيدخل على الخط المخابرات الأمريكية. الموساد وقتها استعان بعميل كانت مشغلاه المخابرات الأمريكية. العميل ده اسمه ماجد شيخ الأرض. ماجد ده تقدر تعتبره المنقذ، الراجل اللي بيظهر في وقت الزنقة. هو الشخص اللي كان مسؤول ياخد إيلي كوهين من ميناء جنوة في إيطاليا ويوصله بنفسه لحد جوه سوريا، وكان مسؤول كمان إنه يعدي إيلي من كل المعابر والتفتيشات من غير ما حد يقول له تلت التلاتة كام. وفعلا بمنتهى السهولة ماجد ده قدر يعدي ومعاه إيلي كوهين ومعاه كل البلاوي الزرقاء اللي شايلها، وما كانش فيه تفتيش ولا سؤال ولا حد بص ناحيته أصلا. ومن اللحظة دي كده مهمة إيلي كوهين الحقيقية في سوريا بدأت. وفي نفس الوقت عداد عمره كان بيبتدي يقل يوم بعد يوم. وصل إيلي كوهين لدمشق وقعد في فندق يومين 3، وخلال الفترة دي كان ماجد شيخ الأرض العميل الأمريكي بيدور له على شقة مناسبة لحد ما لقاله شقة في حي رمانة. الشقة دي كانت ملك واحد اسمه هيثم قطب، موظف في المصرف المركزي السوري. ولازم تاخد بالك ان اختيار الشقة ما كانش عشوائي، المكان ده بالذات حواليه 12 سفارة أجنبية غير قيادة رئاسة أركان الجيش السوري وكمان قصر الضيافة السوري. يعني ببساطة إيلي كوهين بقى ساكن جوه قلب الأعصاب الحساسة لسوريا. وجوده في منطقة زي دي كان هيسهل عليه إنه يراقب ويرصد أي تحرك غريب من غير ما يلفت الأنظار ومن غير ما حد يشك فيه. الحاجة التالتة إن مكان بالشكل ده حواليه مؤسسات وسفارات كتير، معناه إن الإشارات والرسائل اللي بتتبادل حواليه هتبقى بالعبيط، وبالتالي الإشارة اللي هيبعتها إيلي كوهين هتدوب وسط الزحمة دي ومحدش هيميزها ولا حتى يشك إن في حاجة غريبة خارجة من شقة في الحي الرمانة. لازم نعرف إن سوريا في الفترة دي من سنة 61 لحد 63 اتغير عليها 3 رؤساء جمهورية. كل رئيس بيجي بطقم، يقعد كم شهر ويحصل انقلاب، يمشي ويجي غيره بطقم جديد. فطبيعي جدا بعد دوامة بالشكل ده إن الوضع الاقتصادي يبقى واقع خالص والمجتمع نفسه يبقى مخترق بشكل يخوف، والدنيا أصلا كانت سايبة ومفيش وقت أنسب من كده عشان تزرع عميل جوه البلد. إيلي كوهين نجح إنه يشبك علاقاته في سوريا زي الأخطبوط. فاكر لما قلنا إن إيلي كوهين اتعرف على صحفي في الأرجنتين اسمه عبد اللطيف الخشن؟ الراجل ده لعب دور مهم جدا. عبد اللطيف أول ما عرف إن إيلي نازل سوريا كتب له جواب توصية لابنه اللي هناك اللي اسمه كمال عبد اللطيف الخشن. الجواب ده كان بمنزلة اعتمدوه عندكم أول ما يوصل دمشق. وفعلا إيلي مضيعش لحظة، أول ما نزل قابل كمال، ومن هنا قامت بينهم علاقة صداقة جامدة جدا. الصداقة دي تحديدا هي مربط الفرس، لأن كمال بعدها عرف إيلي على واحد صاحبه قوي اسمه ملازم معز. المصيبة إن الملازم ده ما كانش ضابط عادي وخلاص، ده ابن أخو رئيس أركان الجيش السوري نفسه عبد الكريم ظهر الدين. وطبعا إيلي كوهين ما توصاش، مسك الخيط وفضل يشد فيه لحد ما فتح له أبواب ناس المفروض إن الوصول ليهم مستحيل. بدأ إيلي كوهين يوطد علاقته مع الملازم معز بشكل قوي جدا، لدرجة إن الموضوع بقى كارثة بمعنى الكلمة، لأن الملازم معز كان فاتح له الأبواب على البحري. أي زيارة لأي موقع عسكري ممنوع دخول المدنيين ليه ولا يهمك، كان ياخد كامل ثابت أمين معاه. وطبعا بما إنه ابن أخو رئيس الأركان محدش كان يجرؤ يقول له رايح فين ولا جاي منين، فالطريق مفتوح. وده بقى الملعب الحقيقي لإيلي كوهين، لأنه مش مجرد شخص عادي، ده جاسوس مدرب تدريب عالي. أي مكان يدخله ما كانش بيعدي كده وخلاص، كل تفصيلة وكل زاوية وكل حركة بيتخزن عنده، وبعد ما يرجع شقته يطلع الجهاز ويبعت التفاصيل كلها لتل أبيب. وزود على كده الكاميرا الدقيقة اللي كانت مزروعة في ساعة إيده، كل ما يروح مكان بتلقط صور وتمسح المكان. وشهر ورا شهر بقى رجل الساعة في سوريا، لدرجة إن الإعلام السوري نفسه بدأ يستضيفه. الإذاعي المعروف جورج سيف قدمه للناس باعتباره الشاب السوري الوطني اللي رجع بثروته من الخارج عشان يستثمرها في بلده. والناس صدقت والأبواب اتفتحت أكتر. من ناحية تانية إيلي كوهين فتح بيته على مصراعيه، شاب غني وعايش لوحده. البيت بقى مفتوح للسهرات وأصحابه بيجيبوا أصحابهم، واللي عايز يعمل أي حاجة البيت موجود. وانت عارف وانا عارف ده كان بيتم فين ولسه فين في سوريا نفسها.
في المقابل تل أبيب بتشرب معلومات حساسة وخطيرة ودقيقة، كل حركة وتحرك عسكري وكل سلاح يوصل، كل خطة وكل تجهيز، كل شيء على الجولان كان بيوصلهم أول بأول، لدرجة إن مشروع تحويل مجرى نهر الأردن كل تفاصيله كانت عند إسرائيل قبل ما سوريا أو لبنان أو الأردن ياخدوا خطوة واحدة. ولما بدأ المشروع كانت إسرائيل جاهزة وضربوا المكان بالطيران. إيلي كوهين استمر في أعماله التجسسية 3 سنين كاملة، 3 سنين وهو بيمد تل أبيب بسلم المعلومات الحساسة والخطيرة. خلال الفترة دي بدأ يحس بحاجة اسمها الثقة المطلقة، كان مقتنع من جواه إن محدش هيكشفه أبدا، لكن كل الثقة دي وقعت فوق دماغه يوم 16 يناير 65 لما تم القبض عليه. أما عن قصة كشفه فدي ليها قصة طويلة. الرواية الأولى إن السفارة الهندية اللي كانت قريبة من عمارة إيلي كوهين اشتكت من التشويش اللي بيحصل على اتصالاتها بشكل متكرر. السلطات السورية بدأت تدور على مصدر التشويش، ولما بحثوا وصلوا في النهاية إن المصدر هو شقة إيلي كوهين. الرواية التانية، الرئيس السوري السابق أمين الحافظ قال في لقاء تلفزيوني إن ضابط مخابرات اسمه الرائد وداد بشير جاله وقال له إن في إشارات غريبة طالعة من مكان مجهول. الحافظ قرر يستعين بالخبراء السوفيت وأجهزتهم لتحديد مصدر الإشارة، وفي النهاية تبين لهم إن مصدر الإشارات هو شقة الجاسوس كامل ثابت أمين. الرواية الثالثة رواية المخابرات العامة المصرية. القصة بتقول إن في يوم من الأيام رفعت الجمال كان موجود في روما بينسق لصفقات سياحية. بالصدفة وقعت عينه على صورة في مجلة، الصورة دي فيها الجاسوس إيلي كوهين ومعاه الفريق أول علي عامر وبعد قيادات البعث، وكان مكتوب تحت الصورة كلام غريب. رفعت الجمال لما رتب الأمور كلها في دماغه فكر في صورة قديمة شافها قبل كده في تل أبيب عند صديقته، صورة فيها سيدة ورجل وطفلين. سأل الصديقة وقالت له ده إيلي كوهين مع زوجته نادية وأولادهم، وده موظف في وزارة الدفاع الإسرائيلية وموفد لسفاراتها في الخارج. هنا رفعت الجمال قال لنفسه ده كده في حاجة غلط. بعد ما رفعت الجمال رتب كل الأدلة فورا بلغ ضابط المخابرات المصري محمد نسيم بالمعلومة، وفور وصول المعلومة وصلت مباشرة للرئيس جمال عبد الناصر. عبد الناصر مضيعش وقت، كلف ضابط المخابرات حسين تمراز انه ياخد ملف المعلومات كله ويوصله للمخابرات السورية. المخابرات السورية ومعاهم الفريق أمين الحافظ لما استلموا الملف وراجعوا كل المعلومات القديمة ومن ضمنها معلومة السيارة والرصد اللي عملته السفارة الهندية، عرفوا انهم وصلوا للنقطة اللي لازم يتصرفوا فيها. من هنا تم القبض على إيلي كوهين، وبعد 3 أسابيع من التحقيق المكثف اتقدم للمحاكمة، وبعد عدة جلسات صدر الحكم عليه بالإعدام. الحقيقة الحكم ما كانش عليه لوحده، ده كان معاه مجموعة كبيرة من الجواسيس. قبل تنفيذ الحكم حاولت جولدا مائير بكل الطرق انها تضغط على سوريا علشان يفرجوا عنه او يلغوا الحكم، لكن مفيش اي فايدة. وصلت محاولاتها لدرجة انها تواصلت مع 38 دولة علشان تضغط على سوريا، وحتى انهم فكروا في عملية كوماندوز اسرائيلية تخطفه، لكن لما درسوا العملية لقوها مستحيلة. لحد ما وصلنا لصباح يوم 18 مايو 65 العالم كله اتفاجئ بإعدام إيلي كوهين علنا في ميدان عام.